مش كل شخص قريب من الإدارة ناجح. أحيانا هو فقط بيعرف يوصل لهم الصورة اللي تخدمه. فكل مكان شغل تقريبا هتقابل الشخص اللي دايما قريب من الإدارة، أول واحد يعرف الأخبار، أول واحد يدخل الميتينجز، وأول حد بيحكي للإدارة هو عمل إيه. أحيانا بيحكي لهم أنت كمان عملت إيه. المشكلة مش في إن عنده علاقة كويسة بالإدارة، العلاقات المهنية مهمة، والظهور مهم، والتواصل مع أصحاب القرار جزء طبيعي من أي شغل. المشكلة بتبدأ لما العلاقة دي تكون مبنية على الوصولية مش على القيمة. يعني ايه وصولية؟ يعني شخص بيحاول يطلع على حساب غيره، ينسب مجهود التيم لنفسه، ينقل كلام بشكل يخدمه هو، يركز على أخطاء الناس، أو يخلي الإدارة تشوفه كأنه الشخص الوحيد اللي فاهم وبيشتغل. وأحيانا بيعمل حاجة أخطر، بيحاول يخلق مسافة آمنة بين الإدارة وبين باقي التيم، كأن كل المعلومات لازم تعدي من خلاله هو. فأنت تلاقي نفسك شغال بتنجز، بتحل مشاكل وبتتحمل مسؤوليات، ولكن صورتك عند الإدارة ناقصة، لأنه في حد تاني بيحكي القصة قبلك وبطريقته. طيب تتعامل مع ده ازاي؟ أولا ما تدخلش في منافسة كلام، لأنه الشخص الوصولي غالبا محترف في الكلام والظهور، ولو دخلت نفس اللعبة ممكن تلاقي نفسك مستنزف ومش مركز في شغلك الحقيقي. ثانيا، خلي إنجازاتك واضحة وموثقة، ابعت أبديت، لخص النتائج بتاعتك، اكتب الأرقام، وضح دورك ودور التيم بتاعك، مش بهدف التباهي، لكن لأن الشغل اللي مش ظاهر أحيانا بيتحسب كأنه ما حصلش. تالت حاجة، ابني علاقتك المباشرة مع الإدارة، مش لازم تبقى موجود في كل ميتينجز ولا تقرب منهم بشكل مصطنع، لأن هي دي حاجة وحشة جدا، لكن لازم يكون عندك تواصل مهني واضح يعرفوا من خلاله انت مسؤول عن ايه، حققت ايه، وايه التحديات اللي بتواجهها. رابعا، ما تديش مساحة ابدا لحد انه يتكلم باسمك. لو في قرار او بروجكت او نتيجة تخصك انت، لازم تكون موجود في التواصل او في الابديتس بتاعتها. خلي صوتك مسموع من غير صدام ومن غير انفعال. في النهاية، مهم نفتكر ان الإدارة الذكية بتعرف تفرق بين الشخص اللي بيشتغل فعلا والشخص اللي بس بيعرف يظهر، لكن لحد ما ده يحصل مسؤوليتك انك ما تسيبش حد يكتب قصتك المهنية بدالك. مش مطلوب منك تبقى وصولي، لكن مطلوب منك تبقى واضح، حاضر، وواعي بقيمة شغلك. وايفن اف لو الإدارة دي هي فعلا بتابريشيت الموضوع ده، فهي مش مشكلة عندك خالص، هي مشكلة في المكان. غالبا مش احسن حاجة ان انت تبقى موجود فيه، يعني لو تعرف تلاقي فرصة تانية يبقى افضل بالنسبة لك. قولي، قابلت قبل كده زميل بيحاول يقرب من الإدارة على حساب الناس؟ ولو ده حصل قولي ازاي اتعاملت مع الموقف ده.